مرحبتي صالون الموريتاني، شحالكم ياك لباس؟ قلت أنا ظاهر لي على حد يسول عن التناقض هذه الخرجة اللي عدل صاحب المعالي الموقر وزير الداخلية في حديثه عن ما سماه باتفاقية النوايا أو اتفاق النيات. أقرب هو الأحجية ومليء بالتناقض. أولا العرب تقول على أن البلاغة لمحة دالة على ما في الضمير، وذاك اللي في ضمير صاحب المعالي من الارتباك أثناء توضيح هذه الاتفاقية أو اتفاقية النيات أو النوايا، قال هو زادها غموض حتى عندنا. الأسباب لا نذكرها. أولا ما خالق شيء قالوا اتفاق النيات، به الاتفاق ما يقد يعود على النيات، به اللي هو عقب استخدم حديث قاعد قبيل ما يستخدموه لأنه خاص بالمولى سبحانه وتعالى، به اللي محل القلب اللي هي النية. والنية ما يقد يطلع لا الاتحاد الأوروبي ولا حلف الناتو ولا أمريكا على حقيقة ذاك اللي في قلب الإنسان ما دام يعني يجسدوه في أفعال والله أقوال. بالتالي كان استخدامه مصيوب عنه في شيء اتفاق قانوني يلا يعود يسوى ملزم ويسوى ما هو ملزم، في الوقت اللي صاحب المعالي أقرب له قاع من ذا كامل أساسيات اتفاق كمصطلح أو مذكرة تفاهم أو خارطة طريق أو شيء من ذي المصطلحات اللي تستخدم في هذا النوع من المجالات، بدل اتفاق النيات. النيات ما يقد يعد عليهم اتفاق أني أنا له ننوي نعدل كذا والله نعدل كذا. المسألة الثانية، أعلنوا على الرغم من حديثه عن تفنيد لها من حيث إلزامية بها موريتان وتفنيد الإلزامية بها الاتحاد الأوروبي، انفقع عنها أنها تعود عندها أي صيغة قانونية. وحديثه كذلك عن الجهة المخولة في حالة خرق أي جهة أي طرفي الاتفاقية لها شن هي الجهة اللي لا تعود حكم. بالتالي هي أقرب هي الأحجية، وهذا ما يلا يعود يقدموا وزير الداخلية وما أدريك ما الداخلية. المجتمع يخرص ويبني عليه ياسر من الآمال في ذي الوضعية اللي متلينا بها قطعا بالغث والسمين في هذه الفضاءات السائبة اللي نتوافقوا مع الوزير على أنها قطعا موبوءة، وإصلاحها بعد رقم خطر هذا الإعلام السائب والفوضى اللي نعانوا منها في تلقينا المعلومة الحقيقية الصحيحة. إصلاحها بعد يلا يعود أولوية الأولويات، لأن الإعلام اليوم متوافق العالم كامل على أنه أقوى من أي سلاح ثاني فتاك. أنه هو والله يسوى قاع هو شنو به اللي ينعد قاع من الاهتمام به من الأمن القومي، لأن الشعوب اليوم عاد ينطاح بحكامها وعاد تخلق فيها الفوضى نتيجة بروتوكولات معروفة في التأثير على الشعوب من خلال الإعلام. المسألة الثالثة، قولان على أن الاتفاقية موجودة وأنها متاحة واعترف بالتقصير من جانبه، وأنا ظاهر لي على أن الموضوع في المرحلة بذي الحساسية ما يعود ينقال للرأي العام من خلال ذا اللي مشقر عليه أنت يا صاحب المعالي. نكون وهاو جايين ونعطى لكم بالعربية والفرنسية إياك تبينوها للرأي العام، وانت فت أصلا حكمت على معظم المتفاعلين مع الشأن العام بعدم الأهلية شرح المضامين الحقيقية والله فهمها. بالتالي مدة حكمت عليها بسوء الفهم، ما تعود هي وسيلتي لإبلاغ الرأي العام عقب الارتباك اللي خلق لي أنا في تقديم هذه الأحجية. المسألة الرابعة، أعلن صاحب المعالي اتكلم عن جزئية أخطر منها جزئية أخرى، لأن المحافظة على الموجود أولى من طلب المفقود. تعاملنا احنا مع اللي موجود فينا، وأنا كلمني أحد الثقات ونعرف علاقته الشخصية بماكي سال، لأنه قال له سنة 2011 أعلن موريتانيا فيها أكثر من 1,500,000 من السنغاليين،
احنا اخطر اللي عليه اللي نعانوا احنا منه الوافدين ما هم من اوروبا، الوافدين من دول الجوار. وشفنا هذه الامواج اللي تجينا من جهه مالي اللي حدود تزيد على 2300 كيلومتر، ووضعيه مالي معروفه. بالتالي احنا خطر بعد قاعد في هذا الشان هون، ودر مازال له يجينا عبر الحدود. لا قاعد له يرتد لنا احنا من شور اوروبا، على الرغم على ان الاوروبيين واعلاميين في الاتحاد الاوروبي وغيرهم تحدثوا عن الاتفاقيه. خامسا واخيرا، حديثه عن المزايا اللي يتكلم عنها وما يسمى بميزان التفاضل في الاتفاقيه. انت قلت لنا لا اتفاقيه نوايا، ومع تريد تحسب اللي لا يتعدل للموريتانيين، على الرغم على انها فيها بنود تتحدث عن اعطاء الاولويه في التكوين للمهاجرين بهذه الصيغه اللي هي، وهذا موجود في نص الاتفاقيه اللي فتنا قرينا. هذه المزايا شنو هي قيمتها ما دمت انت نفيت الاتفاقيه اصلا وقلت لنا لا اتفاقيه نيات او نوايا، بالتالي ما عندها اي مهمه. عقب ذاك الاتحاد الاوروبي قاعد اللي لا يعدلوا يعطينا من المزايا كامل 70% لا الموريتاني، ما فيه له هو ذيك 30% الاخرى. هي اللي مشكله باللي هو طمع قاعد على الاتحاد الاوروبي، ذا اللي مازال جايه، اللي فم حديث عن 17 مليون مهاجر انها لا يجي الموريتان، زياده على ذا اللي خالق قاعد فينا احنا ضار كتب في موريتان بيدي احنا طمع علينا ذا اللي مازال موجود فينا سابق يقيس الاتحاد الاوروبي وتعامل الكثيرين منه، وخاصه موظفي الدوله وتابعين وزاره الداخليه، والله وصيه عليهم تعاملهم مع وضعيه المهاجرين، يسوى من حيث ادخالهم ويسوى من حيث تعدال لهم الاقامات والاوراق. هذا مثلا ما هو بصفته ذي صاحب المعالي، ولا هم اللي ينطلي بذي البساطه وترى الناس تصفق وتقول ذا اللي قال صاحب المعالي واضح، هذا اللي قال بعيد فيه الوضوح. تحياتي للجميع.